السلام عليكم متابعينا الحلوين. اليوم رجعت وياكم، تعالوا نسوي أطيب كيك بدون طحين، ما نخلي بيه نهائيا طحين. يلا ويا بعض خلينا نشوف الطريقة. طبعا المواد بالبداية راح احتاج لوز مطحون، طبعا جبت لوز وطحنته على هذا الشكل، وراح احتاج 4 بيضات درجة حرارة الغرفة، وراح احتاج حليب 3.5 ضروري كلش، وراح احتاج زيت نباتي اي نوع متوفر عندكم ماكو اي اشكال، وراح احتاج فانيلا، هاي زبدة الفانيلا، هذا النوع كله زين وكلش تنطي نكهة طيبة بالاكل. وراح احتاج ظرف واحد من بيكنج باودر وظرفين 2 من فانيلا الباودر، وراح احتاج هم سكر، وطبعا راح احتاج هم نشا ملاعق 2 أو 3، خلينا نشوف حسب البيض اللي راح نسويه. وراح نبلش بالبداية نخفق البيض ويا السكر. طبعا بالبداية راح نكسر البيضات، مثل ما قلت لكم البيض لازم يكون درجة حرارة الغرفة حتى تطلع الكيكة مالتنا كلش هشة وطيبة. طبعا هاي الكيكة مثل ما قلت لكم راح تكون بدون طحين، يعني ما راح استعمل بيها نهائيا طحين، وراح يستفادون منها هذول اللي عندهم كلوتين فخاي احنا نسميه، يعني هذول اللي عندهم حساسية من الحنطة يقدرون ياكلون هذا الطحين. وراح استعمل هذا الكوب للكل، يعني للسكر وللزيت ولكل شيء راح استعمل هذا الكوب. هاي راح نضيف تقريبا كوب واحد كامل سكر، شوفوا هيجي هذا كوب واحد كامل، راح اضيفه كله هنا، وراح اضيف ظرفين 2 مال فانيلا، وراح اظل اخفق بيهم لحد ما يصيرون ابيض، القوام يصير ابيض. شوفوا هذا هو القوام المطلوب. طبعا لا ننسى بالبداية أول ما نبدي بالكيك لازم نشغل الفرن فقط من تحت على درجة الحرارة 170 فقط من تحت، مو من فوق نهائيا. هسه بما انه حصلت على القوام اللي اني اريده راح اضيف ربع كوب، شوفوا ربع كوب حليب راح اضيفه هنا، وراح اخفق شويه. وهنا هم ضفت ربع كوب زيت نفس الكوب، وراح اخفق شويه. بعد ما خفقناهم كل الزين راح نجي هنا راح نخلي الفانيلا هاي اللي قلتكم عليها، طبعا هاي متوفرة بجميع الماركتات، تقدرون كلها تخلوها لان تنطي صراحة نكهة كلش طيبة للكيك. وراح ابدي اخفقها هاي همينة وياهم. طبعا بنفس الكوب راح اضيف كوب كامل لوز، طحين اللوز. وهم راح اضيف كوب كامل نشا، ما يعادل 4 ملاعق كبار.
طبعا هنا بما انه بعده مي اقدر اضيف نصف كوب او 3/4 الكوب لوز، ماكو اي اشكال. وهنا هم راح اضيف بعد معلقة واحدة مال نشا. نقدر نقول هنا تقريبا ضفنا 5 ملاعق كبار نشا. طبعا هنا شوفوا هذا هو القوام المطلوب، ما نحتاج اي شيء. هسه راح اضيفه بالقالب وراح تشوفون شلون راح يطلع. شوفوا هنا أنا عندي هذا القالب، راح اضيف شوية زيت بيه ووزع هذا الزيت كله داير مداير القالب. شوفوا هاي دهنا القالب وراح نضيف شوية من الكيك اللي سويناه فوقه، وهذا راح نبقيه، راح اضيف عليه شوية شوكولاتة. شوفوا اللي بقيناه راح اضيف عليه شوية شوكولاتة اللي هي كاكاو يعني بالاحرى، راح انخلها شوية بين كلها بتكتلات. راح اضيف بعد شوية ثانية حتى تنطي نكهة طيبة للكيك. طبعا شفتوا ما ضفنا نهائيا اي طحين. هسه راح تشوفون النتيجة النهائية شلون راح تطلع. وراح نخفق هذا. شوفوا شلون طلع. دائما الكيك اذا خلينا بيه شوية شوكولاتة او شوية كاكاو يطلع شوية ثخين، ماكو اي اشكال. راح نضيفه فوق هذاك الثاني. شوفوا راح نضيفه هنا. وراح ندوس شوية هيك على القالب وراح نخليه بالفرن على درجة حرارة 170. طبعا شوفوا الفرن مشتغل على درجة 170 وفقط من تحت. وراح اضيفه هنا نصف ساعة ونشوف ايش راح يصير. شوفوا هنا بعد ما طلعته من الفرن، شوفوا ايش قد حلو، كلش هش وكلش خفيف. طبعا راح ابقيه شوية بالقالب يبرد على الاخر وبعدين راح افرغه بالماعون. شوفوا بالنهاية بعد ما برد فرغته بالماعون، شوفوا ايش قد طيب طلع. بصراحة كلش حبيته اني، يعني احلى من الطحين. الطحين احسه شوية يكون ثقيل من واحد ياكله، وحتى يفيد اهل الدايت يقدرون ياكلون من عنده بس ما يخلون بيه سكر هواية. جربوه شوفوا شلون هي الطريقة مالته. بصراحة كلش حلو وطعمه طعم كيك عادي وبطعم لوز كلش طيب وبنكهة الفانيلا كلش طيبة همينة. جربوا الطريقة واكتبوا لي بالكومنتات إذا حبيتوها. إن شاء الله أشوفكم بفيديوهات ثانية. أترككم بخير وسلامة. مع السلامة حبايبي.